سلامات، كيفكم؟ شو الأخبار؟ كيف الصحة؟ اليوم رح نحكي في الحلقة الأولى عن تفسير الأحلام. اليوم جبنا دلالة، هي الدلالة الأولى معناتها في تفسير الأحلام، واللي هي الأفعى الخضراء. شو معنات الأفعى الخضراء في المنام؟ هلا حاليا الأفعى أو الحية الخضراء بتدل على الرجل وليس المرأة. الثعبان بشكل عام رح نشرح عنه مثلا، هو دلالة بشكل عام الثعبان عن موضوع أحيانا بيكون كيد نساء، بيكون عداوة لرجل، بيكون يعني في بغضاء لرجل على امرأة. يعني الثعبان هذا بشكل عام. هلا احيانا كثره الثعابين او كثره الحياة بالمنام بتدل على لدغ الاقارب والاهل. بتصنيف الثعبان الاخضر اللي هو حلقتنا اليوم، للتاجر هو كسب وربح، والثعبان الاخضر للعزباء هو زوج صالح. واحيانا اذا شافيته، ممكن وحده متزوجه مثلا كان شافيته بالبيت هيك لمحيته لمح بالمنام لمح، وبتمنى تدققوا على كلمات كثير ممكن تكون مرت معاكم. الثعبان الاخضر احيانا في المنام في بيت معين بيكون ممكن يكون احيانا مولود او يعني ولد جديد. دائما وابدا الحيه الخضراء في المنام السم اللي إلها لا يدل على شيء اسمه شفاء وما شفاء مثل ما بتشوفوا انتم بالصيدليه وشفاء، لا ما له علاقه بالشفاء. لدغه الحيه او سم الحيه في المنام، الحيه الخضراء هي سم قاتل. احيانا بتشوف الحيه الخضراء عم تقرصك من هذا الاصبع، هذا دليل على الشهوة أو النية الماكرة. يعني في نية سيئة، أنت نيوية. أنا عم بحكي على الشخص اللي عم بيشوف الحلم. طبعا كله هذا والله أعلم. هذا بالنسبة لمين؟ للرجل. أما بالنسبة للمرأة، المرأة إذا شافت هالحية هي عم بتعضى فمعناتها في وجود رجل بحياتها، وهذا الرجل بحياتها ممكن يكون زوج، ممكن يكون شخص معين. هذا الرجل بده ينال منها، ممكن يعمل لها أذية معينة، حقد معين، بتشبيه الأفعى انه لدغة معينة بهالحدود هذه. في بعض المفسرين فسروا موضوع الأفعى الخضراء يا رح تكون عدو يا رح تكون فقد عزيز عليكم. هلا رح نجي نصنف ونعمل تفنيد لموضوع الأفعى الخضراء في المنام. رح نبدأ بموضوع الأفعى الخضراء بالمنام للشباب. إذا رأى شاب أعزب في منامه أفعى تلدغه فقد تدل الرؤيا على وجود عدو يدبر له المكيدة والحقد. وأما إذا رأى أنه هو عم بيقوم بقتل الأفعى فقد تدل الرؤيا هون على الانتصار أو التخلص من شيء معين. يعني في انتصار بالموضوع، في انتصار، في تخليص من مشاكل، من هموم، من حزن. رح اجي لتفسير الأفعى الخضراء للمتزوج. عندما يرى الرجل المتزوج الأفعى الخضراء في منامه فأحيانا تدل على الرزق الوفير، وإذا رآها واحد تاجر فتدل على مزيد من الكسب والثروة وإلى آخره. بينما رؤية الأفعى على السرير تدل على مولود جديد والله أعلم. أما إذا رآها الشخص في منامه لدغته فهي تدل مثل ما حكيت من قبل على الشهوة المحرمة أو نحن بنسميها النية الماكرة. رقم 3 بنجي لتفسير الأفعى للمرأة العزباء. المرأة أو الفتاة اللي بتشوف الفتاة اللي بتكون عزباء وبتشوف انه في أفعى عم تقترب منها، فهون ممكن يكون زوج صالح او صادق او انسان ممكن يدخل على حياتها ويسبب لها سعادة بحياتها. طبعا الأفعى السوداء رح نشرحها بعدين، الأفعى اللون أحمر رح نشرحها بعدين. نحن موضوعنا اليوم الأفعى الخضراء. والفتاة العزباء إذا شافت في أفعى عم يلحقها فهون موضوع غير محمود جدا. يعني معناتها ممكن يكون في عدو مترصد له وعم بيلحقها، فهون المنام غير محمود كتير. انه اذا كانت فتاة عزباء وعم يلحقها افعى فالمنام هون غير محمود والله اعلم. وبالاختلاف هون اذا كانت الفتاة كمان العزباء اجت وشافت انه عم يقترب منها اقتراب، لانه في فرق بين الاقتراب وفي فرق بانه عم يلحقها بالمنام. اذا شافت انه عم يقترب منها بشكل اقتراب معناتها في زوج رح يقترب منها او في شخص رح يدخل على حياتها وكمان يسبب لها. اما اذا شافت الفتاة العزباء اللي هي مخطوبة شافته عم يقترب منها، عم تقترب منها الأفعى الخضراء، فهذه كمان دلالة غير محمودة. طبعا هي بتدل على نوع من الحقد او نوع من الكراهية. تفسير الأفعى الخضراء للمرأة المتزوجة. اذا كان الأفعى الخضراء عم بتطارد المرأة المتزوجة فهذا معناته رمز يدل على الخير، بعكس المرأة الغير المتزوجة، ويشير أيضا إلى الخير والخير الوفير. ومجيء الثعبان أو الأفعى الخضراء إلى المرأة المتزوجة يقترب منها اقتراب بيدل على ممكن كثرة الأولاد، أو ممكن يدل على ولد جديد، أو ممكن يدل على دلالة بخير تاني معين. يعني
الاقتراب هو نوع من انه في ولد جديد، في رزقه جديده، تدل على الرزقه الجديده. يعني مثل ما نقول التاجر لما بتقترب منه فمعناتها في كسب للمال او للاولاد. دائما الافعى الخضراء لما بتيجي بتلدغ المراه المتزوجه فمعناتها هذا كمان دلاله على الشر، ودلاله انه في نوع من الحقد والكراهيه ان كان من الاقارب او من الاهل. يعني في اهل احيانا، انا ما عم بذكر كلمه اهل يعني انه اهله امها وابوها، لا ممكن يكونوا من الاهل، يعني بنت عمتها، بنت خالتها، بنت كذا، هالامور هي ماشي. يعني كلمه الاهل او الاصدقاء هون في نوع من اللدغه. يعني المراه المتزوجه لما بتشوف افعى خضراء عم تقترب منها وتلدغها ماشي، هون دلاله على انه في حقد إن كان الأصدقاء أو الأقارب. تفسير الأفعى الخضراء للمرأة الحامل. المرأة الحامل لما بتشوف أفعى خضراء عم تقترب منها فمعناتها الولد رح يجي ورح يدر عليها خير ورح يكسبها مكاسب كتير كبيرة. هذا بتفسير الأفعى الخضراء للحامل، والله أعلم. هلا قم نيجي للتفسير العام. إذا شاف أي شخص ثعبان أخضر عم يقتله، بما معناه تفسير قتل الثعبان الأخضر. أي شخص بيقوم بعملية قتل الثعبان الأخضر في المنام فهي عملية تدل على مصارعة عدو. برجع بخبركم إني أنا سويت تصنيف وتفنيد لرؤية الأفعى بالنسبة للشاب الأعزب، بالنسبة للرجل المتزوج، وبالنسبة للمرأة العزباء أو الفتاة العزباء، وبالنسبة للمرأة المتزوجة، وبالنسبة للمرأة الحامل. يعني عندك أنت الشاب مع الفتاة مع الرجل المتزوج مع المرأة المتزوجة مع المرأة الحامل ومع التاجر. هدول هن أغلبية الأحلام أو أغلبية الأشخاص اللي بيشوفوا منام الأفعى ماشي. لازم ثقافة تفسير الأحلام تكون موجودة معنا، أنا بسميها ثقافة يعني، وبسميه بنفس الوقت علم. ممكن يكون علم، يعني كيف علم؟ يعني شخص شاف أفعى خضراء ولدغيته فصار معه بعدين حدث معين قريب او عدو او كذا او الى اخره. فنحن هون رجعنا بالباك اب لورا، انه انت شو شفت افعى خضراء عم تلدغك، معناتها صار معك الحدث بعد 4-5 ايام، معناتها الحدث هذا ربطناه بالدلاله. هي فقط ربط دلالات، يعني ربط الدلاله اللي هي شفتها انت بالحلم بالواقع فقط لا غير. طولت عليكم، بتمنى التعليق. شكرا لكم، سلامات.